تخيل ان انت بتعمل اكله معينه وجبت احسن مكونات واحسن مقادير واحسن بهارات وبذلت فيها مجهود رهيب جدا عشان تطلع احسن طعم ممكن، بس جيت في الاخر وحطيتها في طبق مش نظيف. يا ترى حد هياكلها؟ الاجابه اكيد لا. بينما لو كانت الاكله بجوده معقوله بس خليت شكل الاخراج احسن ما يمكن، صدقني ناس كتير هتاكلها. ده بالظبط هينطبق على اللي احنا هنعمله في فيديو النهارده، وهو شكل الاخراج النهائي للصوت، بحيث ان احنا نخلي شكل الاخراج النهائي للصوت باحسن جوده نقدر نطلعها. انا عمر شاهين ودي سلسله اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتجيب مشروبك اللذيذ عشان نركز في الكلام اللي جاي. في بدايتي على اليوتيوب كنت دايما بلاحظ ان المايك بتاعي مش بيطلع جوده شبيهه للناس اللي معاها نفس المايك على اليوتيوب، عشان كده بدات ادور في خطوات تعديل الصوت، لكن زيه زي اي مبتدئ شفت كل الناس بتتكلم عن التعديل على ادوبي اديشن وازاي بتحط الفلاتر والايكولايزر والكلام ده كله، بس طبعا ما كنتش فاهم الحاجات دي ليه، كنت بطبق الخطوات وراهم وخلاص. لحد بعد كده بالتجربه بدات افهم ده ايه وده ايه وده ايه واعمله. عشان كده النهارده هعلمك تعدل الصوت على ادوبي اديشن بابسط الخطوات ومن غير ما نتعمق في البرنامج. فلو انت محترف في تعديل الصوت فالفيديو ده مش ليك، اما لو انت مبتدئ وعايز تعدل الصوت بتاعك على برنامج ادوبي اديشن فالفيديو ده ليك. بدون بقى ما ندخل في تفاصيل كتير يلا بينا على الشرح على طول. اول حاجه هتفتح البرنامج بتاعك ادوبي اديشن وهتلاقي الواجهه بتاعته بالمنظر ده كده. فلو انت عايز تبدا تسجيل جديد هتضغط على ريكورد، بس زي ما قلنا قبل ما نبدا ريكورد هتسمي الفايل بتاعك او البروجكت بتاعك ونخلي الاعدادات بتاعتنا زي اعدادات الويندوز اللي عملناها في الفيديو اللي فات. اللي لو ما شفتوش روح شوفه، هيظهر لك في الاي اللي فوق دي، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. بالمناسبه ده الجزء الثالث من سلسله تسجيل الصوت باحترافيه. فزي ما قلنا هنختار هنا 48000 هرتز، والصوت هنسجله ستيريو خلاص لان احنا هنا في مرحله التعديل. زي ما قلنا ممكن نسجله مونو ونحوله ستيريو، تمام. وهنختار هنا 24 بت برضو اللي اخترناها من الويندوز، فهتلاقيه بدا يسجل معاك بالشكل ده. طبعا احنا بقى مش هنسجل من خلال الويندوز، احنا خلاص كنا مسجلين زي ما قلنا المره اللي فاتت على برنامج اوداستي. فهنعمل فايل اوبن ونروح نختار البرنامج او الصوت اللي احنا كنا مسجلينه واللي كان تيست. نسمعه بقى زي ما هنشوف كده. ده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 قبل التعديل، وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. هنلاحظ ان انا قسمته لتراكين، الصوت قبل التعديل عشان نقارن بيه وصوت اللي هنعدل عليه. طيب دلوقتي هشرح لك واجهه البرنامج اللي مش عايزك تتخض منه لان هو سهل وبسيط، وهقول لك الادوات اللي هنستخدمها. اول حاجه الواجهه الكبيره دي ده مكان الصوت، فدي التشانل الليفت. يعني زي ما انتم عارفين الصوت الاستيريو بيبقى فيه ليفت ورايت، فدي التشانل الليفت ودي التشانل الرايت. لو انت لابس سماعه وافضل ان انت تكون لابس سماعه وانت بتعدل الصوت، لو فصلت القناه الرايت كده بالشكل ده هتسمع الصوت جاي من الناحيه الشمال بس، ولو فصلت الليفت هتسمع الصوت جاي من الناحيه اليمين بس. زي ما قلنا احنا قبل كده كنا بنسجل مونو وبعد كده بنحوله لستيريو زي ما هنشوف بعد كده في برامج المونتاج، وممكن اوريها لك دلوقتي بشكل سريع. طيب تاني حاجه الشكل اللي فوق ده عشان لو عايز تعمل زوم على موجات الصوت زي ما انت شايف كده، عشان لو عايز تقص حته معينه صغيره ما انت شايفها، او تضيف حاجه معينه على حته صغيره بس زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. اما ان انا بعمل سيلكت كده عن طريق ان انا ادوس كليك شمال واسحب عشان لو عايز اسمع حته معينه بس زي ما انتم شايف كده. ودي هي النويز بتاعتنا وافهمك يعني ايه نويز وازاي بنشيلها. بعد كده ده الليفلز اللي تحت وده الصوت بتاعك. يعني لو جينا سمعنا الحته دي كده بالمنظر ده هنشوف الليفلز بتاعه تسجيل الصوت. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. زي ما انتم شايفين هو ما عداش السالب 6 زي ما احنا كنا بنقول لو تفتكروا مش عايزين نعدي السالب 12، وهنشوف برضو ازاي بنوصل للكلام ده كله. طالما ما عداش السالب 3 فانت كده في الامان والموجات ما حصلهاش اي كليبنج، وزي ما انتم شايفين موجات الصوت موجوده بشكل كامل. بعد كده ده اللي بتشغل منه، وده لو عايز تسرع، وده لو عايزه يشتغل بالعكس، وده الريكوردنج، وده لوب بلاي باك ودي مهمه جدا. ايه بقى زرار اللوب بلاي باك اللي موجود تحت ده؟ لو انا علمت على علامه كده وشغلت هتلاقيه بيعمل لوب. يعني ايه بيعمل لوب؟ يعني بيقعد يكرر نفسه. اما لو انا شلتها هيعدي وهيكمل ومش هيعمل لوب، لحد اخر الفيديو يقف زي ما انتم شايفين كده. لو انا شلت اللوب وشغلت هيعدي زي ما انتم شايفين كده. فبالنسبه لي زرار اللوب ده مهم جدا لو انت عايز بتعدل على حته معينه وعايزه يفضل شغال فيها عشان تشوف نتيجه التعديلات بتاعتها زي ما هنشوف بعد كده. برضو تقدر تعمل زوم من هنا للامبليتيود، يعني لو عايز تكبر شويه وتصغر شويه الامبليتيود بتاعها عشان تشوف انت فين بالظبط. زي ما انتم شايفين موجات الصوت كده واصله هنا لحد سالب 9 ويمكن اكتر شويه، نفس الكلام هنا. وهنا لو عايز تصغر بس عشان تشوف حاجه اكبر لو الموجات عندك بشكل اكبر. وده زوم بشكل افقي وزوم بشكل عرضي اللي ممكن تعملها من فوق زي ما اتفقنا مع بعض. ودي لو عايز تعمل على حته معينه زوم ان ات بوينت، لو انت عايز تعمل زوم على بوينت معينه نفس الكلام. يعني لو انت عايز تعمل على الحته دي اللي احنا معلمين عليها بس. ودي لو انت عايز تعمل زوم بقى بشكل كامل اللي هو يوريك كل الموجات افقي وعرضي من هنا. فدي ادوات الزوم بتاعتنا. هنوقف بقى التسجيل بتاعنا كده عشان نبدا نشوف هنعمل ايه. نتعرف بقى على الحاجات اللي فوق مع بعض.
طيب بالنسبه لقائمه فايل، قائمه فايل زي اي قائمه فايل في الدنيا في اي برنامج، فيها بقى نيو لو انت عايز تعمل مشروع جديد، او اوبن لو انت عايز تفتح حاجه زي ما فتحنا بتاعه التيست كده، وامبورت واكسبورت عشان لو انت عايز برضو تعمل اكسبورت في الاخر، وهنجيلها لما نيجي نصدر ملف الصوت بتاعنا. اما بالنسبه للايديت برضو زيها زي اي حاجه تانية بالاضافه لبعض الاوامر، زي ان انت عايز تعمل كوبي او كوبي تو نيو او بيست تو نيو، وهنفهم الكلام ده كله برضو بعدين. بعد كده زي ما انتم شايفين بقى في تحت امرين مهمين جدا، الكيبورد شورت كات لو انت عايز تغير بعض الاوامر في الشورت كات بس دي حاجه ادفانسد، وفي البريفرنسز لو انت عايز تغير بعض الحاجات من جنرال الاوديو هاردوير والكلام ده كله، بس الكلام ده احنا مش هنتطرق له دلوقتي. في بقى حاجه مهمه لازم اعرفها لك، هي تعتبر من الحاجات الادفانسد او المتقدمه في البرنامج، لكن لازم اعرفها لك عشان لو انت هتشتغل عليها. فلو انت مثلا بتعمل فويس اوفر على شكل انترفيو، يعني انت بتكلم واحد وانت عامل اكتر من ملف صوتي، فممكن تعدل عليها على المالتي تراك. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مالتي تراك ونغير الاعدادات بتاعته ونسميه ونتك اوكي، فهتلاقيه دخلنا في الصفحه بتاعه المالتي تراك بالمنظر ده كده. فممكن نحط التست بتاعنا هنا كده ونحط واحد تاني، وليكن اعتبر ده واحد تاني، وتبدا تعدل على كل واحد على حده وتظبطهم بالنسبه لبعض. والكلام ده فيه ريميكسات وفيه حاجات تانية كتير جدا ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين، لكن ده مش موضوع حلقه النهارده او مش موضوع درس النهارده. فلو انتوا عايزين نتكلم عن الموضوع ده هستنى تسيبوا لي في الكومنتات تحت ان انتوا عايزيننا نتكلم في الموضوع الادفانسد ده. فلو انتوا عايزين نعرف اكتر ونتعلم اكتر عن تعديل الصوت في المالتي تراك هستنى تسيبوا لي في الكومنتات تحت، ودي في حاجات زي الريميكس وزي الاستريتش والكلام ده كله، ده مش موضوع الحلقه النهارده زي ما احنا لسه قايلين. نرجع تاني بقى للويب فورم بتاعتنا عشان نبدا التعديلات بتاعتنا. اول حاجه من مرحله تعديل الصوت بالبساطه كده ان انت دايما لما بتسجل بيكون في عندك شويه نويز او ضوضاء في الخلفيه، زي ايه؟ زي دي كده اللي هنسمعها مع بعض كده. ده في فتره السكوت بتاعتي هتلاحظ ان المؤشر بيعمل صوت واصل لحوالي سالب 42 ديسبل، فده انا عايز اشيله عشان انقي الصوت بتاعي. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان لازم تحاول تقلل الضوضاء دي باكبر بقدر ممكن، لانها لو كبرت هتاثر على جوده الصوت بتاعك. طيب بنشيل الكلام ده ازاي؟ احنا بنروح نحدد له فتره النويز بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نوقف نتكه فلتر من هنا من الافكتس من هنا، دي بقى قائمه الافكتات اللي احنا هنشوفها مع بعض كلها، وننزل لنويز ريدكشن او ريستراكشن زي ما انتم شايفين كده، واقول له كابتشر نويز برنت او كنترول بي اختصارها. بعد كده هروح برده لنفس القائمه تاني من افكتس هنا وانزل على نويز ريستراكشن او ريدكشن، بس المره دي هروح على نويز ريدكشن بروسيس. زي ما انتم شايفين كده لو شغلت الحته بتاعتنا كده هلاقي ان في لسه نويز موجوده، فممكن تعلي من القيم دي او من المؤشر اللي فوق ده كده، بس حاول تمشي ببساطه خالص لحد ما تلاقي ان النويز اختفت. زي ما انتم شايفين كده النويز شبه اختفت، فهعلي حاجه بسيطه كمان عشان ما تطلعش حتى المؤشر ده، هلاقي ان هو كده فعلا اختفى. فهروح جاي مسلكت على الحته بتاعتي من هنا كده، احنا عايزين نعدل بس الحته دي كده زي ما انتم شايفين كده. هوقف بقى عشان الصوت بتاعنا ما يتدخلش في بعضه، وهعلم على الحته اللي انا عايز اعمل عليها تعديل بالمنظر ده كده، واقول له ابلاي. زي ما انتم شايفين كده هلاقي ان الحته دي من اول هنا ما بقاش فيها نويز والصوت اختلف. فتعالوا نشوف كده مع بعض. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. شايفين بقى حته السكوت دي؟ انا عندي حته سكوت، فلو انا بشتغل فويس اوفر مش عايز اعمل ايه، فاعلم عليها واضغط ديليت زي ما انتم شايفين كده. برده نفس الكلام هنا كده، انا عايز الحته دي اشيلها، الحته اللي في السكوت في الاول كده، وممكن من كليك يمين وتقول له ديليت. فزي ما انتم شايفين شالها لنا كده. انا بقى هشيل الحته اللي في النص ما بينهم دي برده عشان نشوف الحته قبل التعديل وبعد التعديل. ديليت بس كده. فتعالوا نسمع مع بعض وصلنا لايه. ده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 قبل التعديل، وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. زي ما انتم شايفين كده بعد ما شلنا النويز اختلفت بشكل كبير جدا جوده الصوت. بعد كده عندك طريقتين عشان تقدر تعدل على الصوت اللي انت محتاجه، يا اما تعلم عليه كده وتضيف له الافكتات من قائمه افكت زي ما احنا شايفين كده، يا اما تستخدم الافكت تراك. ايه الافكت تراك ده؟ الافكت تراك اللي هو اللي موجود هنا، ولو مش موجود عندك هتعمل من ويندو وتقول له شو افكت تراك من هنا كده. فهتبدا من هنا هتلاقي لو ضغطت على العلامه اللي في الجنب كده هتلاقي كل الفلاتر اللي عندك او الافكتات اللي عندك اللي احنا لسه عاملينها هتلاقيها موجوده هنا. طيب يعني ايه الافكتات دي؟ الافكتات دي عباره عن مؤثرات انت بتضيفها للصوت عشان تخليه لك بشكل احسن. فطبعا لا انا ولا انت ولا اي حد من المبتدئين هيكون فاهم كل الافكتات دي وبتعمل ايه. فاللي عايز اقوله لك ان احنا بس هنضغط الصوت، يعني نعمل له كومبريشن، فهنستخدم حاجه اسمها كومبريسور، وهنعمل له يعني شويه تعديل كده في الترددات بتاعته. فهنستخدم حاجتين، البارامتريك ايكولايزر والسنجل باند كومبريسور. زي ما قلت لك في حاجات كتيره جدا نقدر نعملها اكتر من كده، لكن خلينا زي ما قلنا الفيديو ده موجه للمبتدئين، فعشان كده احنا هنعمل الحاجتين دول وهنعملهم بحاجات جاهزه اصلا جوه الكومبريسور او جوه الفلاتر دي. فاول حاجه هنضيفها هو فلتر اند اي كيو بارامتريك ايكولايزر من هنا كده. فزي ما انتم شايفين جايب لك شويه الترددات بتاعتك. لو شغلنا كده نسمع مع بعض، يعني لو جينا هنا نشغل كده نسمع مع بعض. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل.
وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. فهنوقف كده، هقول لك بقى تعمل ايه. انت دي كل الترددات زي ما انت شايف كده، او رنجات الترددات الموجوده في الصوت بتاعك، فما تغيرش اي حاجه خالص، واختار من هنا فوكال انهانسر. زي ما انتم شايفين كده، شايفين عمل ايه؟ عمل لك 4 نقط، اللو و3 و4 و5 و6 اللي هي فوق دي، ظبطها لك بالمنظر ده. فتعالوا كده نشوف النتيجه قبل وبعد ما نستخدمه. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. اختلفت خالص. ولو عايز تشوف برضو النتيجه بتاعتك بالفلتر او من غيره، ممكن تلفي كل الافكتات من هنا، او تلفي الافكت نفسه من هنا. يعني ده كده من غير الافكت. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. طيب نسمع بقى قبل التعديل وبعد التعديل بالفلتر الاولاني بس. ده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 قبل التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. اختلاف رهيب، يعني اختلاف رهيب. تاني افكت هنضيفه هو الكمبريسور اللي احنا زي ما قلنا كده. فهنضغط هنا كده ونروح لاول واحده امبليتيود اند كومبريشن، وننزل لسنجل باند كومبريسور. زي ما انتم شايفين كده برضو نفس القيم بتاعتنا، الريشيو والاتاك والريليز والاوتبوت جين. احنا هنروح لاخر واحده برضو فويس سيجنال ونشغل عشان نشوف الفرق. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. تعالوا بقى نشوف قبل الافكتات وبعد الافكتات. بعد التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. هنلاحظ انه اداله سنه صدى صوت خفيفه كده، ممكن نشيلها ان احنا عن طريق نروح نويز ريدكشن او ريستراكشن، ونختار دي نويز من هنا كده، ونقلل بس خالص لان احنا مش محتاجين اصلا اي دي نويز، لان احنا كده كده شايلين نويز، بس هتقلل حاجه بسيطه من هنا كده وتشغل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. ما تنساش قبل ما تعمل ابلاي عشان ندخل الافكتات بتاعتنا على الفايل، تعمل سيلكشن اونلي عشان ما يدخلوكش على كل الفايل. انتاير فايل يعني هيدخلوك على كل الفايل، انما سيلكشن اونلي هيعملوا على السيلكشن بتاعنا بس اللي احنا عايزينه اللي هو ده. فهضغط ابلاي. طيب سامع حد بيسال سؤال، هتقول لنا كل مره هفضل اعمل كده؟ هقول لك لا، في حاجات سهله جدا تقدر تعملها بحيث ان انت هي تبقى خطوه واحده تعمل بيها التعديل بتاعك. بس خلينا متفقين ان النويز ريدكشن لازم كل مره تعملها بنفس الخطوه الاولى، لان دي حاجه بتختلف من مكان للتاني. اما الافكتات بتاعتك، يعني فرضا ان احنا ضفنا اي افكت كده زي ما انتم شايفين، وضفنا برده من هنا اي افكت كده زي ما انتم شايفين كده، وضفنا برده من هنا بارامتريك ايكولايزر مثلا او دايناميك بروسيسور او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. فممكن تعمل من هنا زي ما انتم شايفين من هنا كده سيف افكت راك از بريسيت، وتسميه مثلا 1 2 3. وبعد كده يعني شيل بقى كل دول كده، ريموف افكت. ممكن تيجي من هنا كده بدل ما تختار بقى زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا عامل افكتات قبل كده، تختار 1 2 3 هتلاقيه عملهم لك هنا بالمنظر ده كده. في طريقه تانية عشان اكون وضحت لك كل الطرق بس ما تشددش نفسك، وهي من فيفورت. قبل ما تبدا تعديلات بعد النويز ريدكشن، تختار ستارت ريكوردينج فيفورت وتعمل كل التعديلات بتاعتك، واول ما تخلص تعمل ستوب ريكوردينج، هتلاقيه يقول لك سجلها لك باسم معين، وهتيجي من قائمه فيفورت بعد كده زي ما انا عامل هنا مثلا عمر اوفيس او عمر اللي هو، وتختار البريسيت او الفيفورت بتاعتك، هتلاقيه عمل لك كل الخطوات برده مره واحده. ولكن انا بفضل الطريقه بتاعت الراك دايما، لان انت بتقدر تتحكم فيها وتعدل عليها. اما الطريقه بتاعت الفيفورت انت ما بتقدرش تعدل عليه. اخر حاجه بقى ان احنا نعدل الامبليتيود بتاع الصوت نفسه، ما نخليهوش يعدي قيمه معينه. فهتعلم عليه وتروح على افكت، بعد كده امبليتيود اند كومبريشر، وتختار نورمالايز. النورمالايز ده هو اللي بيخليه لك يوصل لقيمه معينه. هتتاكد ان انت عامل علامه الديسبل، ومش هنخليه يعدي السالب 9 ديسبل او السالب 6، وتتك ابلاي. هتلاحظ ان هو عمل لك عليه برده كومبريشن كده، ولو زومنا بالشكل ده كده هنلاحظ ان هو فعلا ما عداش السالب 9، يعني اخر حاجه عندنا كده على السالب 9، فهو ضغطه. نسمع بقى الصوت بعد التعديلات النهائيه. ده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 قبل التعديل. وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل. هسيب لك الفايل ده في الاخر نسمعه مع بعض عشان تعرف الفرق الرهيب ما بينهم. بس عشان تسيف في الاخر الحاجات اللي انت عملتها، هتروح على فايل واكسبورت فايل، وتحفظه بالصيغه اللي انت عايزها. هو هنا حافظه بصيغه الويف والترددات بتاعه المشروع اللي احنا عملناها بكل حاجتها. لو عايز تعملها تشنج هتعملها تشنج من هنا، لو عايز تخليها مونو مش ستيريو، ولو عايز تخليها ال 24 دي تغيرها لحاجه ثانيه، وممكن تعملها سيم از سورس. ما تروحش الادفانسد بقى خلاص كده، لان دي حاجات زي ما انتم شايفين ادفانسد مالناش دعوه بيها، احنا زي ما بنقول التوتوريال ده للمبتدئين. وبعد كده تقول له اوكي، وتختار المكان اللي انت عايز تحفظه من هنا كده. انا هحفظه على الديسك توب عشان يكون جنب اخوه التاني، واعمل له اوكي. بعد كده هتروح تلاقيه اتحفظ بالشكل ده. نسمع اخر حاجه خلاص الفايل الاخير بتاعنا. ده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 قبل التعديل، وده كده الصوت اللي طالع من مايك بويا باي ام 1 بعد التعديل.
هتلاقيني برضو سايب لك الفايل في الديسكريبشن عشان لو عايز تسمعه على موبايلك انت او عايز تسمعه على الجهاز بتاعك عشان تعرف فعلا الفرق الرهيب اللي حصل بين الصوت بالبساطه اللي احنا عملناها دي. شايف حد دلوقتي بيسال سؤال مهم، لو انا مش عندي كمبيوتر هعمل ايه؟ هقول لك في الجزء ده من الفيديو هنبدا نعمل نفس الخطوات اللي عملناها على برنامج ادوبي اوديشن بس من خلال الموبايل. زي ما قلنا الخطوات اللي فاتت تقدر تعملها من خلال التليفون. الابلكيشن اللي هنستخدمه النهارده هو ويف باد فري. عشان تحمل الابلكيشن لازم تروح على البلاي ستور وتكتب هنا ويف باد فري، هتلاقيه هو بالمنظر ده كده. انا عامل له تصنيف فهتعمل له اوبن، بعد ما تعمل له انستول على طول هتلاقيه فتح معاك بالشكل ده. طبعا لو انت عايز تفتح مشروع جديد هتعمل من هنا فايل وتعمل نيو او امبورت فروم ايديو اللي عندك من المكتبه. اما لو عايز تسجل من الزرار اللي تحت ده كده هنجرب مع بعض. ده كده الصوت قبل التعديل وده كده الصوت بعد التعديل. زي ما انتم شايفين كده هتلاقيه سجل معانا. زي ما انت شايف كده ان انت من خلال التاتش تقدر برضو تحدد زي ما احنا كنا بنحدد في الابلكيشن بتاع اوداستي او البرنامج بتاع اوداستي. وده كده الصوت بعد التعديل. زي ما انتم شايفين هو سجل الصوت بشكل كامل. ممكن نسمعه من الاول خالص لو حابين. زي ما انتم شايفين كده هو مزوم على حته معينه، انا هخليه يزوم على كله من خلال ان انا فوق كده هعمل له زوم اوت وارجع على اول الصوت بتاعي. زي ما انتم شايفين كده نسمع مع بعض. ده كده الصوت قبل التعديل وده كده الصوت بعد التعديل. زي ما انتم شايفين كده نقدر نحدد برضو حته واحده نقدر نعدل عليها وممكن نعدل على كله، بس هو بيرشح لك ان انت تعمل نورمالايز او تريم، فممكن تضغط عليها كده وتعمل له اوتو نورمالايز هيعدل لك كله على شكل واحد، وممكن تعمل له تريم للحته اللي في الاول. زي ما انتم شايفين القائمه اللي فوق هو سهل وبسيط. زي ما انت شايف كده اوبن وفايل ونيو سيف زي ما انتم عارفين في قائمه فايل واندو ريدو وكات وكل الاوامر اللي ممكن تحتاجها، وان انت تشيل السايلنس وان انت تعمل تريم، وفي الاخر السيتنج لو انت عايز تدخل على السيتنج بتاعتك عشان تعدل بعض الحاجات زي ما انتم شايفين كده. ففي قائمه ريكورد تقدر يعني الريكورد ليفل تغيرها على حسب ما هو الريكورد او الليفل بتاعك بتاع الصوت بيبقى عامل ازاي، وبعض السيتنج التانية زي ما انت شايف كده، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. بعد كده برضو في الايديت ان انت لو عايز تعمل ديليت، يعني لو عايزين نشيل الحته بتاعه السكوت دي ممكن نعمل لها ديليت من هنا كده. ولو عندك فايلين ممكن تعمل لهم جوين وممكن تعمل اسبلت يعني تفرق لو انت عايز تعمله لاكتر من فايل. وبرضو الكلام زي ما احنا قلنا السايلنس ممكن سايلنس كارنت سيلكشن، يعني لو انت عايز تخلي ده يبقى سايلنس خالص ممكن تعمل له كده. وعايز لو تعمل انسيرت سايلنس ات بيجيننج لو عايز تعمل حته سكوت في البدايه او انسيرت سايلنس في الاخر. وفي الاخر تريم سايلنس لو انت اخترتها كده هيشيل لك كل فترات السكوت اللي موجوده في الفايل كله. بعد كده زي ما انتم شايفين في برضه دوبليكيت وكوبي تو نيو لو انت عايز تعمل بروجكت جديد، وفي ريبيت لوب لو انت عايز تعمل ريبيت لوب، والريبيت نمبر ممكن تحدده وممكن تقول له كانسل احنا مش عايزينه يعدل اي حاجه او يعيد اي حاجه. بعد كده الليفلز لو انت عايز تعدل على الليفلز زي ما انتم شايفين نورمالايز وكمبريسور وهنجي لها بعد كده. وفي برضه الايكولايزر نفس الكلام اللي انتم شايفينه كده. فهنحدد على الحته دي احنا عايزين نعمل لها ايكولايزر. تقدر تجيبها من حاجتين، من الليفلز من هنا ومن افكت بوبيولار من هنا هتلاقي كل الافكتات اللي عندك برضو ايكولايزر. فزي ما انتم شايفين كده ممكن تعمله بشكل جرافيك او بارامتريك وشكل الفيجوال زي ما احنا كنا عاملين على الاوديشن. فدي شكل لو تفتكروا اللي كنا عاملينه على الاوديشن من شويه نفس الشكل. فهقول له يعني جرب كده، فلو قلت له ابلاي بالشكل ده كده نقدر بقى نسمع دلوقتي الحته بتاعتنا دي. طبعا الشكل اختلف وبقى احسن كتير جدا. تعالوا نسمعه كلها من الاول خالص، من الاول خالص قبل التعديل وبعد التعديل. ده كده الصوت قبل التعديل وده كده الصوت بعد التعديل. هنلاحظ ان البارامتريك ايكولايزر غير الصوت خالص، هو خلاه اوطى شويه بس غيره. وبعد كده نعلم على الجزء برضو اللي احنا بنعدل عليه ونروح على ليفل وكمبريسور ونغير القيم دي عشان نخليها ترجع تاني لنفس القيم بتاعه السنجل باند كومبريسور اللي كنا عاملينه هناك. فهنخلي برضو الريشيو 4:1 ونخلي هنا -25 زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده ونعمل ابلاي. شايفين بقى الفرق دلوقتي اللي حصل؟ كده الصوت قبل التعديل وده كده الصوت بعد التعديل. هنلاحظ ان الصوت بعد التعديل وطي خالص، فهنحاول بقى نعليه ان احنا عن طريق الليفلز او نعمله نورمالايز. فهنعلم برضو عليه كده ونروح لنورمالايز، ومش اوتو نورمالايز، نعمل احنا نورمالايز لقيمه معينه. فهنعمله لا نورمالايز مثلا لسالب 12 ديسيبل زي ما انتم سالب 6 ديسيبل ونقول له ابلاي. فهنلاقي الصوت عالي. ممكن نعليه اكتر كمان لو حابين نسمع كده. وده كده الصوت بعد التعديل. ممكن نعليه حاجه بسيطه كمان نعمله نورمالايز، وشوف اوتو نورمالايز كده هتلاقيه عالي لاكتر قيمه ممكنه. وده كده الصوت بعد التعديل. نسمع بقى الفايل كامل. ده كده الصوت قبل التعديل وده كده الصوت بعد التعديل.
هنلاحظ ان الصوت اختلف خالص وبقى احسن كتير بعد التعديل. وزي ما قلت لك حاول تستخدم سماعات وانت بتعمل العمليه دي. فاضل اخر حاجه بقى ان انت تحفظ الفايل في الاخر خالص. فزي ما انت شفت من هوم كده، ونرجع لسيف وتختار عليها وتتك سيف فايل از، وبعد كده تختار السيتنج بتاعتك. احنا هنختار برضو 48 كيلو هرتز زي ما احنا عارفين، وهنخليه ستيريو بقى المره دي مش مونو، والسامبل بت ريت هنحاول نخليه 24 بت زي ما قلنا الاعدادات دي قبل كده. وبعد كده تسميها زي ما انت عايز، هنسميها تيست 2 او تيست موب، عشان برضو اسيبها لك في الفايلات اللي في الديسكريبشن عشان تشوف الفرق بين الصوت قبل التعديل وبعد التعديل. وبعد كده تقول له سي. على العموم الابلكيشن لسه فيه حاجات اكتر كتير ممكن زي ما قلنا لو عايزين نتكلم عليها في حلقه ادفانسد شويه في التطبيقات الادفانسد سيبوا لي في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. وبس كده، دي كانت كل حاجه عشان تقدر تعدل الصوت بشكل احترافي وتطلعه بشكل كويس جدا بابسط الادوات. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول. هستناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.